قلوبنا اليوم مصدومة ومكسورة على ما وصلت إليه الكرة الإفريقية. الاتحاد الإفريقي قرر منح كأس إفريقيا للمغرب بعد اعتبار الانسحاب السنغالي. نحن نشعر بألم السنغال الشقيقة. لمن ساعتها يحيى ساليجان، تحيا عودة يحيى ساليجان. مرحبا إخواني أخواتي. رسميا الكاف تسحب لقب كأس إفريقيا من المنتخب السنغالي وتمنحه إلى المنتخب المغربي، ورجع الحق لأصحابه. فصحافة الزيكو والإعلام الجزائري نزل عليه هذا الخبر كالصاعقة، فما عرفوش باش تبلاو. فهما اللي كانوا شمتوا في المنتخب المغربي وانتقدوا التنظيم وقالوا هذه هي أسوأ دورة ديال كاس افريقيا هي اللي نظمها المغرب. فهم كيتصدموا في هذه الليله الرمضانيه بان المغرب هو بطل كاس افريقيا 2025. فنخليكم مع الفيديو ثم نلتقي في اخر الفيديو. كاين واحد الخبر نريد تأكيده الآن، وهو الكاف تتخذ قرارا بمنح المغرب استغربت لهذا حبيت نقول كأس إفريقيا بدلا من السنغال. استغربت لهذا الآن نحاول التأكد من هذا القرار إذا كان خبر ممكن. عجيب جدا، يعني موجود هذا الخبر، ولكن انا ما قلتوش لانه بلال غريب جدا اذا صح هذا نعم، الخبر. يشار لأنه أعتقد أنه الخبر رسمي على حساب ما روي. الكاف تمنح كأس افريقيا 2025 للمغرب، خبر عجيب وغريب وغير مفهوم تماما. هو تم فتح تحقيق. خبر نعم، رسمي. هو تم فتح تحقيق منذ خبر 4 رسمي. أيام. خبر رسمي نزل في الكاف. حسب المصادر بعثها لي صديق، يعني عنده مصادر تاعو مليح، راح نشوفه في الكاف، لكن رسميا في الكاف لحد الان ما صدرش، وتهنئه الكاف للسنغال لم تصدر ايضا، ولكن خبر مثل هذا إذا يبث مصداقية بشكل الكاف. رسمي منتخب المغرب بطل كأس إفريقيا 2025. لجنة الاستئناف تعتمد خسارة منتخب السنغال في نهائي كأس إفريقيا 2025 بالمغرب وتعتبره مهزوما 3-0 لصالح المغرب. القرار جاء بعد قبول استئناف الاتحاد المغربي وإلغاء قرار اللجنة التأديبية بسبب خرق السنغال لوائح البطولة وفق المادة 82 84. باقي القرارات: إيقاف إسماعيل السيباري مباراتين، إلغاء الغرامة المالية، تخفيض غرامة الاتحاد المغربي، تثبيت غرامة $100,000 بسبب التدخل في منطقة الفار، تخفيض. إذا خبر عجيب غريب، غير مفهوم تماما، خاصة أنه فتح فضيحة. إذا نحن على المباشر ونتكلموا على فضيحة من أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم. هي على الميدان. السنغال فازت بلقب كأس إفريقيا 2025، وكل العالم شاهد كيف فازت السنغال وكيف أرادت المغرب أن تفوز بالنهائي بطرق غير رياضية وبطرق لا تنتمي لكرة القدم. بعد ذلك لقجع وبشراء الدمم وبالمال الفاسد أراد أن يستولي على كأس الكاف. الآن أخذها بالورق، ولكن بالميدان هي كأس إفريقيا للسنغال، ولكن ما زال هناك طعن. ولكن الغريب والعجيب أن التحقيق يفتح منذ 4 أيام فقط، واليوم تخرج نتيجة التحقيق. أمر غريب وعجيب. أيضا هذا يخلينا أن نولوا إلى الابتزاز الذي مارسه المغرب من أجل عدم تنظيمه كأس إفريقيا للسيدات. اليوم الكاف على الورق يمنح كأس إفريقيا للمغرب، ولكن على الميدان السنغال هي من توجت به. بابا والحمد لله زلزال قنبله كبيره. الحمد لله المغرب ينتصر على الكاف وينتصر على افريقيا كامله ويسحب لقب كاس افريقيا من السنغال هذه في لجنه الاستئناف. شوف الحمد لله والف مبروك. وشوف عرفت الدراجي هرب درك ودرك وصحفه الزيكو غير دركوا. المهم انتم راكم عندنا في الخميس صح درك وصحفه الزيكو. الحمد لله المغرب ينتصر على الكاف وينتصر على كل المشوشين ويسحبوا اللقب من السنغال، لانه السنغال انسحبت. لجنه الاستئناف هذه اللي داروها
الحمد لله الحمد لله والله رقات لجنه الاستئناف هذه اللي داروها، والمغرب كانوا عنده ملف قوي، كان عنده فيديوهات الاوديوات روينه كامله، زايد رئيس لجنه التحكيم اللي صرح وقال لهم بانه نورمالمون كنا خصنا نجبدوا الصفرات كاملين للسينيغال، وكانت السينيغال غتولي لعبه ب7 وكان المغرب غادي يدير اللقب، والسينيغال انسحبت تقريبا 15 دقيقه تما كان خصو يسيف ليه، ولكن هذاك الحكم خواف مع كانت لانطوراج قدامنا. الحمد لله اليوم لجنه الاستئناف جاء حسمت اللقب وجبت اللقب للمغرب، ردت اللقب للمغرب، لانه هذا هو العدل، هذا هو كان خاصو العدل من الديبار. وهذا المشوشين كاملين اللي كانوا يشوشوا، شوف ربي يخلص فيكم بالواحد. شوف في هذا اليوم الاغر، في هذا اليوم المبارك، عواشركم مبروكه. ها الفوطه عندي، هذه الفوطه هذه ما بقاتش كتسوى 100 مليون سنتيم، ولات ريكلام، وهذا غنرجعوه للمكان ديالو. المغرب بطل افريقيا. الساعة تشير إلى 10 مساء بتوقيت العاصمة الرباط، توقيت العاصمة الرباط في هذه الساعة القانونية البيولوجية. وعلى ذكر هذه الساعة المباركة المسعودة، المنتخب الوطني يعلن اليوم من القاهرة بلجنة الاستئناف بطلا لإفريقيا. اليوم المغرب بطل إفريقيا، والمنتخب السنغالي هذا اللي شرب اللبن ديال السبع، هذا فال وبابتياو، أعلن اليوم منسحبين من مباراة النهائي في مركب مولاي عبد الله. واللجنة ديال الاستئناف ديال الكاف دركت الخطأ الاستراتيجي، الخطأ الكبير اللي وقعت فيه اللجنه ديال التأديب، وتعلن اليوم بحال اللي قلت لكم يوم امس، وبحال اللي قلت لكم في 10 ديال الفيديوهات، وانا فرحان بزاف. اليوم الناس خارجين لي كلاكسون ديال الطوموبيلات من صلاه التراويح. نتلقى هذا الخبر السار اللي كيدعم المصداقيه ديالنا ولله الحمد. المغرب جاب الكاس، واللي ما عجبوش الحال يطلع للطاس. ومبروك المغرب بطل افريقيا. يا شريف، انا كنصحى في الاول غا كثرت من الحريره مورا الفطور، كيخرج ليا الخبر الاول الثاني الثالث، واحد شويه بلاو التليفونات كيعيطوا واش واقع حكا راه دينا كاس، كي درتو ليها مشيت كنشوف كنقلب داكشي، ها الكاف دايره، ها بين سبور كاع المواقع شنو واقع، قال لك خبر عاجل، لجنة الاستئناف في الاتحاد الافريقي لكرة القدم تقرر سحب لقب كأس افريقيا من السنغال واعتباره خاسر امام المغرب ب3-0، يعني فورفيت دينا ب3-0. قال لك دابا شنو غادي يديروا؟ هذا هو الاخبار الرائجة، ان الكاف هي اللي غادي تتكلف باش تاخذ الكاس من السنغال، ناري على شمس العشية في السنغال. تخيلوا معايا دابا شنو غادي يوقع في السنغال، داكشي كامل اللي وقع. وتخيلوا معايا شي ناس اللي كانوا فرحانين، شوف شحال من شهر هما فرحانين، دابا شنو غيوقع عليهم؟ وغادي نرجعوا عاوتاني نشوفوا المؤامره والكولاسه والغرف المظلمه، ومبروك علينا وزكاره. لحد الان حنا شنو غادي نديروا؟ غنتسناو وما نكونوا الزربانين تا نشوفوا الكاس ونشوفوا هذا الخبر. انا كنقول واقيلا مازال الحريره كتلعب. نتوما قول لي في التعاليق واش ديناها ولا لا. تهلاو.